الكرشة بالحمص. مين فينا ما بيحبش الكرشة بالحمص؟ طبعا دي أكلة مفضلة عندي ناس كتير قوي. النهاردة هنعمل الطريقة بأبسط وأسهل وأقل التكلفة. زي اللي انتي بتاكليها في المصمت بالظبط، يعني مش زيها أوي يعني، بس يعني هنحاول ان احنا نقدم لكم ايه الطريقة بطريقة جميلة قوي وسهلة جدا. اتفرجي على الفيديو كده للنهاية علشان تستفادي منه، وقبل ما توصلي للنهاية اعملي لايك للفيديو وشير الفيديو كده مع اصحابكم وحبايبكم. اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك مني اشعار بيه. ولو كده عجبتك الوصفة اكتبي لي كده كومنت حلو منك علشان اعرف رأيكم ايه في الوصفات بتاعتي. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف طريقة عمل الكرشة بالحمص والصلصة. يلا بينا. اول حاجه هنا جبت الكرشه طبعا من عند الجزار متنضفه جاهزه، يعني تنظيفها صعب قوي. فجبتها كده وبعدين ايه غسلتها كويس، وبعدين نقعتها في ميه وملح وخل وعصير ليمونه، ورميت كمان قشر الليمون عليه وشويه من الدقيق، وسبتها كده منقوعه حوالي كده نص ساعه. محلول النقع ده بيفرق قوي، بيطلع ريحه الزفاره كويس قوي من الكرشه، علشان الريحه اللي بتبقى لازقه فيها مش بتطلع بسهوله كده. المحلول ده بيساعد ان هي تبقى ريحتها جميلة جدا وبتبقى بيضة زي الفل قدامكم كده اهو. هسيبه كده بقى نص ساعة، وممكن حبة لو ساعة كمان مفيش اي مشكلة. سبتها كده وبعدين معايا حلة كده على النار، حطيت فيها مية مغلية وحطيت فيها ايه البوكيه جرنيه بتاعها، بصل بقى وجزر كرفس وطماطم. انا هنا حطيت الموجود عندي، معاكي فلفل اسود وحبهان ومستكة. حطينا كده وحطينا كمان ايه قسمت ليمونه، قسمتها 2 كده وحطيتها في قلب الميه وسبتها كده بقى لما تغلي. وفي حته هنا وقعت من الفيديو اللي وانا بحط الكرشه فيها. حطيت طبعا اخدت اول غلوه، حطيت الكرشه فيها وسبتها حوالي ساعه على النار. بعد الساعه كده طلعت الكرشه، كانت استوت معايا تماما. انا بقى باخد الكرشه بصفيها وبتخلص من الشوربه اللي بتطلع منها دي، مش بستخدمها خالص. انت بقى لو حابه تستخدميها مفيش اي مانع، بس انا بصراحه مش بستخدم شوربه الكرشه تماما، برميها يعني. بعد كده صفيتها كويس وشطفتها كده بميه نظيفه، وبعدين جبتها كده. لو انت حابه ايه تعمليها ترميها في الصلصه كبيره بالشكل ده، مفيش اي مانع. انا بقى بحب اقطعها تكون قطع صغيره كده علشان ايه تبقى في الاكل يعني معاكي بمنتهى السهوله. هاخد بقى كل قطعة كده اقسمها لجزئين بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. ممكن بقى هنا تضيفي عليها بطاطس، ممكن تعملي تضيفي عليها كفتة، ممكن تضيفي عليها اي حاجة، ممكن بسلة، ممكن هتعمليها كمونية لوحديها كده يعني. دي بقى حسب راحتك. قسمت كده الكمية كلها كده، قطعتها حتت صغيرة بالشكل ده، وهبدأ ان انا ايه اجهز بعد كده الصلصة بتاعتي. ممكن الخطوة دي بقى بعد ما تسلقيها بالمنظر ده تاخديها تحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر تحتفظي بيها، بتبقى جاهزة معاكي على الصلصة على طول. اخدتها بقى كده، هجيب بقى حلة كده على النار، احط فيها معلقتين كبار من الزيت ومكعب كده من الزبدة، واسخن الزيت كويس، وبصلة كبيرة معايا مفرومة وانزل بيها كده في الزيت، وابدأ ان انا ايه آه اشوح البصلة كده لحد اللون بتاعها ما يصفر معايا ده بالشكل ده على نار هادية كده، وايدك مستمرة فيها بالتقليب. هتلاقي البصلة اصفرت معاكي. وبعدين معايا نص كيلو من الطماطم المعصور وهنزل بيه بالشكل ده، وبعدين هسيبها كده لما تتسبك معايا تاخد التسبيكة المظبوطة اهي بالشكل ده. هغطي الحلة كده بقى ايه وهدي النار شوية واسيبها كده على راحتها لحد ما تتسبك تماما. وبعدين بقى ابدا اضيف ايه البهارات بتاعتي. انا مش بضيف بهارات كتير، هي معلقه من البابريكا ومعلقه من القرفه بس كده، ومعلقه من الفلفل الاسود لو حابه انتي ما تضيفوش عادي جدا. وبعدين هقلب كويس كده البهارات معايا. البابريكا هنا بتعزز اللون وبتخلي لون الصلصه احمر، والقرفه بتدي طعم وريحه للاكل جميله جدا. بعد كده البهارات ما اتسبكت معاها كده وبدات تطلع ريحه، ابدا ان انا ايه انزل الكرشه بتاعتي وهقلبها كده وهدي النار تماما واغطي عليها
واسيبها كده لحد ايه ما تتسبك معايا تماما. بقت بالشكل ده معايا. هغطي الحلة كده واسيبها يعني مش اكتر من 10 دقايق. معايا بقى هنا كنت مجهزة بقى الحمص، سلقاه من قبلها، وبعد كده ايه ابدأ ان انا اجهزه وايه علشان اضيفه على الكرشة بتاعتي. الكرشة بقى هنا لو انتي لقيتيها محتاجة مية ممكن تنزلي فيها شوية مية، شوية بشوية، مش كتير. مش محتاجة مية ما تضيفيش عليها مية نهائي. انا هنا نزلت فيها شوية مية كده، يعني كوباية مش اكتر، واسيبها بقى ابدا ان انا ايه لما تغلي معايا، وبعدين هبدا ان انا ايه اضيف الحمص بتاعي. اهي بدات كده في الغليان معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هنا ممكن تضيفوا لها اي نوع من الخضار. معايا بقى كده كوبايه من الحمص مسلوق كويس، وانزل بيه يا دوب الحمص كده مسلوق، يعني مسلوق معايا تماما 100%، يعني مش نص سوا او حاجه. انا احطه هنا على الكرشه، الكرشه كانت استوت معايا، هحطه على الكرشه 5 دقايق بس، وبعدين اظبط ملح الكرشه، وبعدين انزله من على النار. خلاص كده يا دوب، وبعدين اشوف الوصفه محتاجه ملح ولا لا، وبعدين انزلها من على النار. خلاص كده بقت جاهزة معايا، طفيت عليها النار وابدأ ان انا ايه اقدمها. هتقدري تقدميها بقى مع الرز الابيض او الرز بالشعرية، جميلة جدا. هتضيفي عليها بقى خضار، هتعمليها سادة، هتعمليها بالحمص. هي الكرشة لوحدها من غير اي حاجة بتتاكل يا جماعة، وكلنا طبعا مش بنختلف عليها، كلنا بنحبها. طبعا في ناس كتير طبعا بيقولوا ان هم مش بيحبوها، بس انا مش عارفة هم مش بيحبوها ازاي. هي جميلة جدا يا جماعة والله. يعني في ناس كتير بتحب الكرشة دي، بتبقى من أكلات المفضلة عندهم. لو وصلتي معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش لايك، علشان كده الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، وشيروا الفيديو كده لأصحابكم، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات. إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.